وداعا جميلة الشاشة الشقراء، وداعا فاطمة ومارجريت وعلياء، وداعا شيرين سيف النصر. مين ما يحبش فاطمة، أو مين ما يحبش شيرين، وحكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في 27 نوفمبر 1967 اتولدت شيرين إلهام سيف النصر في الأردن. أبوها صحفي مصري من جذور صعيدية، وأمها سيدة فلسطينية من واحدة من أكبر عائلات القدس. اتخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس سنة 1991، وعاشت في فرنسا فترة، وهناك قابلها الفنان يوسف فرانسيس أثناء عمله في السفارة المصرية في باريس، وقدمها للسينما. فقدمت دور دولت في فيلم الأستاذ سنة 1990، وبعدين قدمت دور كاتيا في البحث عن طريق آخر، ثم شيرين في البلدوزر. وتوالت أعمالها السينمائية بعد كده، وكان أشهر أفلامها سواق الهانم والنوم في العسل وأمير الظلام اللي قدمت فيه شخصية علياء. كمان اشتغلت في التلفزيون العرض حلقي والمال والبنون. كمان قدمت مسلسلين ما زالوا عالقين في أذهان الناس لغاية دلوقتي، مسلسل غاضبون وغاضبات، والمسلسل الأشهر من الذي لا يحب فاطمة. وعلى المسرح قدمت مسرحية خد بالك من عيالك، لعبة الحب والجنان، وأنهتها بمسرحية بودي جارد مع عادل إمام. شيرين سيف النصر اتجوزت 3 مرات. الأولى سنة 1996 أما اتجوزت من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، أخو صاحب محطة MBC، واعتزلت الفن، لكن رجعت مرة تانية للفن بعد الطلاق. وبعدين اتجوزت المطرب مدحت صالح، إلا أن جوازها انتهى بالطلاق برضه. وسنة 2010 اتجوزت طبيب رائف الفقي، لكن جوازهم ما استمرش أكتر من كام شهر واتطلقوا تاني. وسنة 2011 تركت الفن نهائيا بعد هجرتها للأردن. بعد طلاقها من الدكتور رائف الفقي اتوفت والدتها، وده سبب لها في أزمة نفسية بالغة. وفي 13 أبريل 2024 اتوفت شيرين سيف النصر بعد أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية. رحم الله الفنانة شيرين سيف النصر وأسكنها فسيح جناته. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.